السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالنا. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم كيهم كل واحد عنده الدراجه الصينيه، بحال الدوكر صانيا وبيكان. بزاف ديال الناس كيتعرضوا لمواقف محبطه بحال توقيف الشرطه او الجندرم اللي يقدر يؤدي لحجز الدراجه. ولكن شنو هي الاسباب اللي كتوصل لهذا الشيء، وشنو الحلول باش نتفاداو هاد المشاكل؟ في هذا الفيديو غادي نفكروا مع بعضنا في اهم الحواجز اللي ممكن تواجهك، بحال الوثائق الناقصه، لوحات الترقيم، التعديلات الغير قانونيه، او حتى الاخطاء البسيطه في القوانين اللي ممكن توقع فيها بلا ما تحس. كل هاد النقاط غادي نشرحوها بالتفاصيل ونقدموا لكم حلول عمليه وبسيطه. الفكره من هذا النقاش هو اننا نساعدكم باش تبقاو قانونيين على الطريق وتفادوا اي مشاكل مع السلطات. وهذا الشيء كامل ماشي غير باش نحافظوا على الدراجه، ولكن حتى السلامه ديالنا وسلامه الاخرين. فقبل ما نبدا، ما تنساش انك تجهز راسك لتستافد من معلومات مفيده، وخليك مركز باش تستافد من كل نصيحه، وغادي تشوف كيفاش هاد الخطوات الصغيره تقدر تحميك من مشاكل كبيره. خليكم معنا حتى النهايه. اسباب حجز الدراجات الصينيه. الاسباب اللي كتخلي الجندرم او البوليس ياخذوا لك الدراجه ديالك الفوريان هي غياب الوثائق القانونيه. أول سبب رئيسي لحجز الدراجات الصينية هو غياب الوثائق القانونية. مثلا إذا كانت الدراجة ما عندهاش البطاقة الرمادية أو التأمين. المقصود البطاقة الرمادية هي كارد غريس، وإلا كانت الأوراق ديالها ما كتماشاش مع القوانين ديال السير، فهاد الشيء كيجعل السلطات تعتقد أن الدراجة مشبوهة وممكن تكون مسروقة. حتى وإلا كانت الدراجة صغيرة الحجم مثل صانية ولا الدوكر، فإنك تحتاج الوثائق القانونية سليمة باش تقدر تسوقها بلا مشاكل. ثانيا، تجاوز السرعات والمخالفات. ثاني سبب هو تجاوز السرعات والمخالفات. برغم أن الدراجة الصينية بحال البيكان والصانية والدوكر يمكن يكونوا مريحين في السياقة داخل المدينة، إلا أنه كاين السائقين اللي كيتجاوزوا السرعات القانونية. هذه المخالفات تتسبب في حجز مباشر. كاين حالات في المغرب كان السائقين كيسوقوا بسرعة مفرطة في المناطق السكنية أو في شوارع مزدحمة، والشرطة أو الدرك الملكي كيدخلوا مباشرة باش يحجزوا على الدراجة. السبب الثالث هو استعمال الدراجات في الأنشطة الغير قانونية. السبب الثالث هو استعمال الدراجات في الأنشطة غير قانونية. فالدراجات النارية الصينية كيستعملوها بعض الناس في السباقات الغير مرخصة أو في الأعمال الأخرى غير قانونية. حتى ولا كانت الدراجة غير معدلة، في استعمالها في الأنشطة مخالفة للقانون كيخلي السلطات تجيب الحجز في أي وقت. وهذه الأنشطة كتسبب في مشاكل كبيرة في الأمن، خصوصا إذا كانت هناك سرقات أو عمليات إجرامية. التعديلات الغير قانونية. وكاين سبب آخر هو التعديلات الغير قانونية على الدراجات. مثلا إذا كانت الدراجة ديالك الصينية معدلة بطريقة غير قانونية، بحالك في المحرك، سواء في المحرك أو أجزاء أخرى مثل الكتيم الصوتي أو الفرامل. المقصود بهذا الشيء هذايا هو البريباراسيون. أن الموتور كيكون عندك 49 سي سي كتبريباريه ل 110 ولا ل 120، وكاين اللي كيبريباريه حتى ل 140 سي سي. وبالإضافة للكتيم اللي كان قصدو به هو الشاقمه، تا هما بنادم كاين اللي كيبريباريها باش كتبقى دير واحد الصوت مزعج بزاف ومجهد، وهادشي كيخلي الشرطه والدرك يكتشفوها ويقوموا بالحجز ديالها. والتعديلات الغير قانونيه كتزيد من خطر الدراجات على السائق وعلى الاشخاص الاخرين. السبب الرابع عدم ارتداء معدات السلامه. وحتى عدم ارتداء معدات السلامة بحال الكاسك يمكن يكون سبب في حجز الدراجات، رغم أن الدراجة الصينية تكون سهلة في السياقة، إلا أن العديد من السائقين ما كيلتزموش بالسلامة، خصوصا في الأماكن المزدحمة. وإذا كان السائق ما كيحترمش القوانين ديال السلامة وكيعرض راسو للخطر والآخرين، فالحجز كيكون إجباري وفوري. نصائح لتجنب الحجز الدراجة. باش تجنب الحجز الدراجة الصينية ديالك، اي ماركه سواء صانية ولا بيكون ولا دوكر، خاصك تاكد بان جميع الوثائق ديالك تكون في حاله قانونيه. تاكد من البطاقه الرماديه اي كارت غريس، وتاكد من التامين ديالك ما يكونش وافي، ورخصه السياقه الا كانت مطلوبه، يعني الا كان عندك موتور بلاكه كبيره ماشي بلاكه صغيره. كذلك حاول تلتزم بالقوانين السير وديما احترم السرعه المحدده، وما تنساش تحترم المعايير السلامة. دائما البس الكاسك ديالك، غادي غير تسخر الحانوت هز الوريقات ديالك ودير الكاسك ديالك. اذا كنت في هذا الشيء هذا غادي تحافظ على السلامة ديالك والسلامة ديال دراجتك وتجنب الفريان. الخاتمة. اذا كيف ما شفتوا هناك الاسباب اللي كتخلي السلطات تحجز الدراجات النارية في المغرب.
وضروري تلتزم بالقوانين باش تحافظ على الدراجه ديالك والسلامه ديالك. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وبارطاجي مع صحابك باش تعم الفائده. واذا كنتي جديد في القناه ما تنساش تشارك باش توصل بجميع الفيديوهات الجديده. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد. الفيديو الجديد ان شاء الله غادي يكون على في الحالات ما الا تم الحجز على الدراجه ديالك، يعني مشات الفوريان، شنو هي الاجراءات اللي خاصك دير باش تخرجها من الفوريان. فوالا، نشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله.